جايز، اليوم بدي اعطيكم طريقة المشغول، يعني خلينا نقول على طريقتي. وبس قبل ما نبلش بدي اطلب منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، هالشغلات كلها تشجعني تخليني استمر. وهلا خلينا نروح على وصفتنا. اول اشي بخلاط بدنا بندورة طازة، بعدين بدنا كمية يعني شوي منيحة من الزنجبيل والتومة، وبدكم كمان فلفل اخضر حر حسب انتوا قد ايه بتحبوا يعني تكون الطبخة حر او لا تحطوا فلفل. وبعدين بدنا مكعب ماجي وليمون، وبدنا كمان معجون بندورة. وهون هحط كمان شوية فلفل، يعني معلقة فلفل تقريبا ومعلقة ملح. بدنا البهارات المشكلة او البهارات السبعة، وبدنا معلقتين كاري. الكاري كثير مهم بالمشغول او هاي الاكلة يعني. وبدنا كمان شوية كمون، ما حكتر يعني هيك. وبدنا بعدين لومي، حطيت 4 أنا. وبدنا لون اللي هي صفار الزعفران، حستعمل هاي البودرة، ما بعرف إذا ممكن تلاقوها عندكم. أنا هيك بجيبها عشان بس تعطي لون. وبدنا شوية مي، ما رح أكتر. وهلا بس بدنا نخلطهم بالخلاط. هلا بطنجرة بدنا نحط سمنة، دايما السمنة أذكى، بس انتو كمان ممكن تحطوا او تستعملوا زيت القلي. هلا بدي اضيف البصل. انا تقريبا هون قطعت بصلة بتكون شوي ناعم مع ملح. وبس شوي البصل دبل رح احط عليه الدجاج اللي هو منظف ومقيوم عنه الجلد. بس يستوي شوي الدجاج بدي اقلبه على الجهة الثانية عشان برضه الجهة الثانية شوي تستوي. تقريبا الدجاج نص سوا. بدي اضيف الخلطة اللي عملناها، وبعدين لحيت شوي الخلاط المي عشان اخذ كل الصوص، وخلطتهم شوي وخليتهم عبان ما يغلوا. بس غليوا تقريبا رح اضيف بهارات دجاج المسالة، او اذا ما لقيت بهارات دجاج المسالة خلاص، يعني هي بهارات المسالة بتلاقوها باي مكان، او هي البهارات الهندية. وبعدين هيك حركتهم شوي وغطيتهم عشان خلص يستووا مع حالهم. هلا بدنا نروح على الرز. كيف بعمل الرز؟ انا جبت مي مغلية، يعني غليت مي، حطيت فيها ملح وقرنفل ورق غار وقرفة وكمان هيل بالمي. وبعدين رح اجيب الرز المنقوع والمغسول واضيفه على المي. بدي احطها على النار لمدة او اسلقها لمدة 8 دقايق، بعدين رح اضيفهم على الطبخة. بكون صفيتهم المي منيح من كل شي. وهلا رح اضيفها على المي، على سوري الطبخة الدجاج. رح ارجع اجيب الزعفران واللي هو لونه يعني رح احط معلقة او احطه يعني اخلطه مع مي، وعشان يعطينا كذا لون اصفر على اخضر اصفر على برتقالي على احمر على هيك بنقطه على شو اسمه على الرز. شوفوا هلا كيف. وهلا بدي اغطي لمدة نص ساعة تقريبا عشان يستوي الرز، وبتكون طبختنا جاهزة. إذا عجبتكم الوصفة واستفدتوا بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، هاي شغلات كلها بتشجعني استمر. واكتبوا لي ايش بتحبوا اعملكم بالفيديوهات الجاي.